خلينا نروح نشوف أحلى القصات الترند على هذا الموسم. أول شي البنية تخبل، يعني أحس هاي نفس القصة لللايرز يلي هي جدا دارجة. واو النتيجة روعة. أو ممكن واو. أبد ما راح أقدر أقص شعري على هذا الطول، بس أحس على دورة وجهها وعلى حواجبها وعيونها كلش حلو طلع. الفوليوم والقصة روعة. شنو رأيكم؟ ما تنسون تكتبولي بالكومنت. زين هاي شلون؟ هل هي قصة شعر أو صبغة؟ خلينا نشوف. بس شنو كان شعرها من قبل؟ ما عرفت. القصة عادية كانت. قصة لا صراحة قلبي نزل، ما متوقعة كنت يعني على ساعة. اوكي اذا المفروض احنا نتعلم شلون نقص هاي اللايرز على الكدلة، اكيد اني ما راح اسويها. واو احس انه على هذا الموسم الكدلة الكلش قصيرة، يعني فوق الحواجب هي ترند، يراد لها شوية جرأة وشجاعة يلي اني ما عندي. شو رأيكم بلون شعرها؟ شوكلت او حلو كيوت. بنات ما تنسون المشاركة، هسه تروحون وتضغطون على الزر وتسووا لي مشاركة. خلينا نكبر القناة واجيب لكم اكثر فيديوهات. اوكي هاي القصة اشوف كل واحد منهم عنده طريقة مختلفة. انتوا ما تنسون تكتبوا لي بالكومنت اي واحد حبيتوا، وهل ممكن تقصون شعركم؟ واو هم على الشعر الطويل حلو يطلع، بس هذا يراد له دائما سشوار ودائما صالونات، صح لو لا؟ ما أعرف أني أحسه شعر شوي خفيف البنية. أوكي هالمرة القدلة شوية أطول. واو يعني شوفوا حتى على الشعر المموج موج حلو يطلع، بس أنا حبيت على الشعر القصير أكثر. اوكي شعرها كلش طويل. بليز لا تقصه، لا بس الاطراف. اوه ماي جاد سواها ان شاء الله يلوق لها لايرز حلو، بس انا حبيت الشعر الطويل احلى على واو اكثر جاي قصره. اوكي حلو وترند. اصلا هي هاي القصة الشعر القصير كلش ترند حاليا، بس ليش سواه كلش يعني فرات صغار؟ ما حبيته. الشعر المفرفر ما حبيته. شنو رأيكم؟ طيب طبعا هذا بس رأيي، اوكي يعني رأيي الشخصي، وممكن كل واحد غير شكل وكل واحد ذوقه شي. يعني من يقصوه على ساعة أنا كل مرة أخاف. حلو هي نفس القصة. حلو طلع، بس الورا شلون؟ ما شفنا شقد طول الورا. هاي القصة تلوق للبنات اللي وجههم شوية أكبر، صح؟ لأنه هو يصغر الوجه. شنو هاي صبغة شعر أو سشوار؟ أوكي زين شوية فوليوم، بس دققتوا إنه تسوي السشوار الفرة على الفوق مو على الداخل. أكثر شي حبيت هاي القصة لأن أكثر سيمبل وما يراد لها هواية جرأة. عبالي طوبة هاي رأسا قصة رأسا. اوكي بس ديروا بالكم لان هاي القصة الكلش قصيرة على الشعر العكش ما راح يعني راح يضوج، راح يصير زحمة. لازم دائما تسوي سشوار. كتبولي بالكومنت شنو رأيكم.